إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث. وفي حلقة اليوم من البرنامج نقدم لكم الجزء الثالث والأخير من موضوع الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة، وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتبة والباحثة في الشأن الإفريقي نهال أحمد السيد، والذي نشر في موقع قراءات إفريقية في 13 من مارس الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. قوات الأمن الأثيوبية تستأنف حملات اعتقال الإريتريين في العاصمة أديس أبابة لأسباب مجهولة. مقتل وجرح العشرات من بينهم أطفال في هجوم مسيرة انتحارية في قاعة مناسبات بمدينة عطبرة في شمال السودان. ووفد رفيع المستوى من ولاية بونتلاند الصومالية يصل إلى أديس أبابة لمناقشة التعاون التجاري والاستثمار بين الجانبين في ظل الأزمة القائمة بين الصومال وأثيوبيا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت مصادر إرنا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابة إن قوات الأمن الأثيوبية قامت باعتقالات في صفوف الإريتريين خلال الأيام الثلاثة الماضية. وذكرت المصادر أن عملية الاعتقالات نفذت في الغالب في الفترة المسائية مع التركيز على المطاعم والحانات والنوادي الليلية. وأوضحت المصادر أنه تم إطلاق سراح العديد من الإريتريين المعتقلين بعد دفع رشاوى قبل وصولهم إلى مراكز الشرطة. ومنذ أواخر العام الماضي تقوم قوات الأمن الأثيوبية بتنفيذ عمليات طرد وإبعاد للإريتريين، وشملت عمليات الاعتقالات والطرد حينها فنانين مشهورين بالإضافة إلى أصحاب أعمال. كما أعادت الحكومة الأثيوبية دفعتين من الإريتريين إلى إريتريا عبر مدينة عصب يقدر عددهم بنحو 300 شخص. ولا تزال دواعي عمليات الملاحقة والاعتقالات التي تقوم بها الحكومة الأثيوبية ضد الإريتريين غير واضحة. ورغم ملاحقة المهاجرين الإريتريين ووصفهم بمهاجرين غير شرعيين، إلا أن العديد من هؤلاء الإريتريين المختطفين تم تسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونزحوا من معسكرات اللاجئين في إقليم التيغراي عقب اندلاع الحرب الأهلية الأثيوبية. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم من بينهم أطفال في مدينة عطبرة شمال السودان، وذلك إثر الهجوم بمسيرة انتحارية مساء الثلاثاء استهدف إفطارا جماعيا في إحدى قاعات المناسبات بالمدينة، كانت قد نظمته كتيبة البراء بن مالك المحسوبة على التيار الإسلامي في السودان. وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السودانية، فإن الهجوم أسفر أيضا عن جرح ما لا يقل عن 20 شخصا تم إسعافهم إلى مشفى المدينة. وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف عددا من القتلى والجرحى. فيما رفع السلطات المدينة درجة التأهب القصوى وفرضت طوقا أمنيا على المدينة لمنع عملية الخروج والدخول إليها، وقامت بحملة تفتيش واسعة النطاق. وتعد كتيبة البراء بن مالك المحسوبة على الإسلاميين وقادة النظام السابق من أبرز الفصائل التي تقاتل مع الجيش في حربه ضد الدعم السريع، ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدفها خارج العاصمة الخرطوم. وفي الشأن السوداني أيضا
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن وزير الإعلام السوداني جرهام عبد القادر قوله إن البلاد علقت الثلاثاء عمل قنوات العربية والحدث سكاي نيوز عربية، وذلك لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها حسب تعبيره. قام وفد من ولاية بونتلاند الصومالية يترأسه وزير المالية في حكومة الولاية محمد فارح محمد بزيارة إلى أديس أبابا يوم الأربعاء الماضي، والتقى الوفد وزير الدولة في وزارة الخارجية الأثيوبية السفير مسغانو أرجان، وناقش الجانبان التعاون التجاري والاستثماري وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية. وبحسب ما أورد موقع الصومال الجديد فإن بونتلاند تريد تعزيز علاقاتها مع أثيوبيا والتركيز على التجارة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. من جانبه قال وزير الدولة في وزارة الخارجية الأثيوبية السفير مسغانو أرجا إن أثيوبيا ملتزمة بإقامة علاقات مع إدارة بونتلاند، وذكر أن بلاده مستعدة للتعاون معها في مختلف المجالات. هذا وتأتي زيارة وفد الولاية إلى أديس أبابا عقب الخلافات الأخيرة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال نتيجة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الصومالي الأسبوع الماضي بشأن عملية انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر، خلافا لما كان معمولا به في السابق، ومنح صلاحيات للرئيس في تعيين وعزل رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لم توافق عليه حكومة الولاية وطالبت الموافقة عليه من خلال استفتاء عام للشعب الصومالي. كما أن الزيارة من شأنها أن تعزز الأزمة القائمة بين أثيوبيا والصومال منذ مطلع يناير الماضي بسبب توقيع أثيوبيا مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال. ويرى المراقبون أن الخطوة من شأنها تعميق التحديات والخلافات الداخلية التي تواجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وتأثير ذلك على جهوده الحربية ضد حركة الشباب. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما ذكرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. وفيه نقدم لكم الجزء الثالث والأخير من استعراض مقال الكاتبة والباحثة في الشأن الإفريقي نهال أحمد السيد، والذي نشر في موقع قراءات إفريقية في 13 من مارس الحالي. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، متابعي برنامج تعليق على حدث، أهلا بكم مجددا. في حلقة اليوم من البرنامج نواصل من قطع من حديث في موضوع الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء الأزمة، للكاتبة منال أحمد السيد، ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة لهذا الموضوع. وتعميما للفائدة وربطا لحلقات البرنامج ببعضها البعض، نستبق حلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات بتلخيص موجز للحلقتين السابقتين لملامح التهديدات البحرية للسواحل الإفريقية، والتي تمثلت في تزايد نشاط القرصنة على السواحل الصومالية وخليج عدن في منطقة شرق إفريقيا وساحل خليج غينيا في غرب القارة الإفريقية. وتحدثنا أيضا عن تمويل الأنشطة الإرهابية وتمركزها في دول القارة وتركيزها على تنويع منابع تمويلها من خلال ابتزاز الشركات الدولية التي تمر تجارتها عبر تلك السواحل وفرض إتاوات عليها، بالإضافة إلى استيلائها على الموارد الطبيعية كالماس والذهب وغيرها، وأيضا سرقة النفط الخام من خلال القيام بعملية قرصنة للسفن، بالإضافة إلى رواج نشاط الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر خليج غينيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، وأيضا سرقة النفط الخام من خلال القيام بعملية قرصنة للسفن، بالإضافة إلى رواج نشاط الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر خليج غينيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتحدثنا أيضا عن سرقة الثروات السمكية عن طريق الصيد الجائر وغير المنظم، وتأثير ذلك بشكل مباشر على الأمن الغذائي
وتناولنا أيضا محفزات تصاعد التهديدات البحرية للسواحل، وذكرنا أيضا أنها تتمثل في ضعف الحكومات وعجزها عن فرض سيطرتها الشاملة على أقاليمها، وضعف الأجهزة الأمنية نتيجة الصراعات الداخلية، وتنامي التعددات الإثنية والإقليمية، وعدم القدرة على ضبط هذا التعدد، بالإضافة إلى انتشار الفساد وهشاشة الأوضاع الاقتصادية التي أظهرت ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتراجع المستوى التعليمي. وتطرقنا أيضا إلى تصاعد وتيرة تهديدات الأمن البحري من خلال قنوات التواصل بين التنظيمات الإرهابية التي أدت إلى تعزيز وجودها، وذكرنا مثالا لذلك العلاقة بين تنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، وكيف أن الأخيرة استطاعت من خلال هذا التشابك الحصول على تمويل بالمقاتلين والسلاح من القاعدة. وذكرنا أيضا أن من محفزات تصاعد التهديدات الأمنية للسواحل الإفريقية تراجع معدلات الملاحة البحرية في الممرات المائية للدول الإفريقية، والذي كان سببا في خسارة تلك الدول لمصدر مهم من العملة الصعبة. وبينا أن هذا كله أتاح الفرصة للتدخلات الأجنبية بحجة مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التهديدات الأمنية وحماية التجارة البحرية من خلال القواعد العسكرية المتمركزة على سواحل البحر الأحمر. وأخيرا ذكرنا أن عدم وضع حلول جذرية لتهديدات الأمن البحري للسواحل الإفريقية يمكن أن يتسبب في أعمال تخريبية لكابلات الاتصالات الدولية التي سينتج عنها تأثر تبادل المعلومات والبيانات. وفي حلقة اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نتناول المقاربات الإفريقية لمواجهة التحديات البحرية وأبرز تلك التحديات، وفيما يلي نواصل من حيث توقفنا في قراءة المقال. هذه إذاعة إرنا. تقول الكاتبة منال أحمد السيد في مقاربات إفريقية لمواجهة التهديدات البحرية: انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمجال البحري الإفريقي باعتباره من المحددات الرئيسية لضمان استقرار دول القارة وتحقيق أبعاد الأمن المختلفة كالأمن المائي والغذائي، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، مما سينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية الإفريقية، كان لزاما على دول القارة إعادة النظر في كيفية ضبط وإدارة كافة الأنشطة عبر ممراتها البحرية من خلال عدة مقاربات. أولها الاستراتيجية الأمنية البحرية لإفريقيا، استنادا إلى القرار الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في سرت عام 2009، دعا قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية إلى وضع استراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا حتى العام 2050. وبالفعل تم وضع الاستراتيجية الأمنية البحرية لعام 2050 التي دخلت حيز التنفيذ العام 2014، وتتضمن الاستراتيجية 112 بندا تتمحور جميعها حول إيجاد حلول حقيقية لمواجهة تهديدات الأمن البحري تمهيدا لإحداث تنمية مستدامة. وتتضمن الاستراتيجية البحرية مجموعة من الأهداف ترتكز إلى تعزيز القدرات الإنتاجية لدول القارة والاستفادة من ثرواتها البحرية، والعمل على تكريس مفهوم الاقتصاد الأزرق عبر وضع أطر قانونية واضحة لضبط الأنشطة المتصلة بالبحر في محاولة للسيطرة على أنشطة الصيد غير القانوني وضبط محاولات السطو على الثروات البحرية وإيقاف ممارسة الأنشطة الإجرامية عبر المياه الإفريقية من اختطاف واستغلال جنسي والتجار بالمواد المخدرة. ولضمان تنفيذ أهداف الاستراتيجية وضع الاتحاد الإفريقي خطة عمل تضمنت 21 آلية، من أبرزها تعزيز التعاون بين حكومات الدول الإفريقية في مجال تبادل المعلومات وخلق جيل يمتلك القدرات والمهارات المتعلقة بمجال الحوكمة البحرية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتارن غازت إنياتا زدالو نتس راديو
وثانيها الميثاق الإفريقي للأمن البحري. تم التوقيع على الميثاق الإفريقي للأمن البحري في أكتوبر عام 2016، حيث تضمن 56 مادة شملت العديد من القضايا المتعلقة بالأمن البحري ودعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية المستدامة للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين. كما أكد الميثاق أهمية العمل على رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بكيفية تجنب الممارسات المهددة للأمن المائي وتعزيز التعاون والتواصل بين الشركاء الإقليميين في مجال حماية الأمن المائي. وشددت البنود على تحقيق التكاتف والمشاركة المجتمعية للتصدي للجرائم المنظمة عبر تنظيم برامج توعوية تستهدف الفئات الفقيرة. وتضمن الميثاق عددا من التدابير القانونية لمنع استغلال الموارد البحرية عبر الصيد غير القانوني، فيما ركزت المواد من 6 إلى 11 على دور أجهزة الدولة التي لا بد أن تولي اهتماما لوضع أطر تنظيمية وقانونية فيما يتعلق بدور القطاع العام والخاص في حماية الأمن المائي، بعيدا عن أي احتكار أو سيطرة استثمارية لقطاعات معينة. كما شدد الميثاق أيضا على تعزيز القدرات اللازمة لتفعيل الحوكمة في المجال البحري، وأهمية تطوير البنى التحتية للموانئ لتعزيز القدرة التنافسية للدول الإفريقية في مجال الشحن، بالتوازي مع تطوير القدرات البشرية والأداء الوظيفي للعاملين في القطاع البحري. ووصى الميثاق بأهمية التعاون القضائي والقانوني بين دول القارة في تسوية النزاعات البحرية استنادا لمبدأ احترام سيادة كل دولة. فالميثاق يعتبر استكمالا لما جاء في الاستراتيجية البحرية 2050 وتأكيدا على ما ورد بها من أهداف. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وثالثها المبادرات المختلفة. لم تقتصر جهود مواجهة التهديدات البحرية على الاتحاد الإفريقي فقط، لكن كان هنالك دور بارز لمجموعة من الجهات الفاعلة الإفريقية وغير الإفريقية عبر عدة مدونات. فعلى سبيل المثال قدمت مدونة ياوند المعنية بقواعد السلوك عام 2017 إطارا تعاونيا يتضمن آليات تنسيق التعاون وكيفية استغلال موارد الدول الإفريقية لمكافحة أنشطة القرصنة ومواجهة الإرهاب. وفي عام 2009 تم إنشاء مدونة جيبوتي التي تمكنت من تقديم إطار تعاوني للدول التي تمتلك مصالح استراتيجية بخليج عدن، وارتكز الإطار على تنسيق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحقيق الشراكة الأمنية في العمليات الموجهة لاستهداف أنشطة القرصنة والاختطاف. ورابعا أبرز التحديات. بالرغم من المبادرات التي ساغتها الدول الإفريقية لمواجهة التهديدات الأمنية البحرية، إلا أنها جميعها لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، وهو ما يرجع لجملة من التحديات التي ينبغي أن تتوخى دول القارة الحذر حيالها، ويمكن إبرازها على النحو التالي. أولا، ضعف التمويل. يتطلب نجاح أي استراتيجية التنفيذ الفعال لها ووجود اتساق بين مراحل التطبيق المختلفة، ومن أبرز معرقلات التنفيذ ضعف التمويل وعدم وفاء الدول الأعضاء بحصصهم المادية. فعلى سبيل المثال تضمنت استراتيجية 2050 إنشاء مجلس تنفيذي مختص بتحديد أهداف كل مرحلة ووضع الخطة اللازمة لتحقيقها، ومع ذلك نجد أن كل الاجتماعات التي دعا إليها المجلس شهدت مشاركة محدودة. وخلال الفترة من العام 2014 وحتى العام 2021 لم يعقد المجلس سوى 4 اجتماعات شهدت مشاركات محدودة نتيجة لضعف التمويل والإمكانيات المادية المحدودة، وذلك مما أدى إلى تهديد فاعلية الاستراتيجية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان الأمن البحري للسواحل الإفريقية، تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة.
فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وثاني هذه التحديات هو نقص الخبرات البشرية. تعاني القارة الإفريقية نقصا في الكوادر البشرية المتخصصة في إدارة المجال البحري، وكذلك هنالك حاجة لإنشاء مراكز بحثية ومؤسسات فكرية لخلق جيل يمتلك القدرة والكفاءة في هذا المجال، ناهيك عن انعدام الوعي المجتمعي بأهمية الاقتصاد الأزرق وضرورة الحفاظ على الأمن البحري المستدام. وثالث هذه التحديات هو عدم وجود إدارة بحرية. أدرج الاتحاد الإفريقي الاقتصاد الأزرق بأبعاده المختلفة ضمن الأجندة الإفريقية لعام 2063، ويتطلب ذلك وجود إدارة بحرية وهيئة شاملة لضبط إدارة هذا الملف، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا لعدة أسباب، منها انعدام الكوادر المتخصصة للعمل في المجال البحري، وعدم وجود قوة بحرية مشتركة تابعة للاتحاد الإفريقي معنية بتوفير الأمن البحري. ومن جهة أخرى لم يتم وضع أطر مؤسسية لتسوية النزاعات الحدودية البحرية، وهذا من شأنه عرقلة تنفيذ المقاربات التي تم وضعها وطول أمد النزاعات البحرية التي قد تمتد لحروب إقليمية تؤثر على الأمن التقليدي للدول. ورابع هذه التحديات هو ضعف الإرادة السياسية. اشترطت استراتيجية 2050 شرطا أساسيا يعتبر المحرك الرئيسي لتنفيذ كافة الأهداف، وهو توافر الإرادة السياسية، ومع ذلك يعكس الواقع غير ذلك، فهنالك حالة من عدم الاهتمام بتعزيز الميزانية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية، أو تحرك جدي لتفعيل بنود الميثاق الإفريقي، أو تطبيق أي من أطر التعاون الإقليمية، ناهيك عن عدم الالتزام بتنسيق الجهود المشتركة بين الدول لضمان الأمن البحري. بل إنه حتى وعلى صعيد التصديق على الاستراتيجية البحرية لسنة 2050 نجد أن من بين 55 دولة وقعت 35 دولة فقط، بينما صدقت دولتان، الأمر الذي يعني غيابا واضحا للإرادة السياسية وضعف الالتزام بما ورد في بنود وأهداف المبادرات المختلفة. وأخيرا تقول الكاتبة منال أحمد السيد: مجمل القول في ضوء التهديدات المتنامية للأمن البحري الإفريقي، أصبح لزاما على دول القارة الوصول إلى مقاربة أمنية حقيقية شاملة ومرنة تتكيف مع كافة المستجدات، وترتكز بشكل رئيسي على تعزيز القدرات الأمنية وتحقيق المشاركة المتكاملة بين الدول فيما يتعلق بتبادل المعلومات، والعمل على تعزيز التدابير الأمنية البحرية، والأهم التركيز على معالجة المسببات الرئيسية للإرهاب البحري، فحل المشكلة من جذورها يضمن صياغة مقاربات أمنية ممتدة الأثر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. قوات الأمن الأثيوبية تستأنف حملات اعتقال الإريتريين في العاصمة أديس أبابا لأسباب مجهولة. مقتل وجرح العشرات من بينهم أطفال في هجوم مسيرة انتحارية في قاعة مناسبات بمدينة عطبرة في شمال السودان. ووفد رفيع المستوى من ولاية بونتلاند الصومالية يصل إلى أديس أبابا لمناقشة التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين في ظل الأزمة القائمة بين الصومال وأثيوبيا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.